من سنتين 3 كنت بادوّر على فيديو إزاي أحب نفسي والحمد لله حبيتها. في الفيديو ده هاحكي لك عن شوية خطوات لو مشيت عليها هتعرف تحب نفسك زي ما أنا حبيتها. فأتمنى إنك تستمتع بالفيديو ومشاهدة ممتعة. من سنتين 3 كده كنت شايف إن في ناس حابة نفسها وأنا كنت كاره نفسي وإزاي أحب نفسي، ويعني إيه أصلًا إنك تحب نفسك والكلام ده. الموضوع ده أنا دوّرت عنه كتير وسمعت فيديوز كتير أوي، عشان كنت حابب أتقبل نفسي وأكمل وأوصل للي أنا عايزه، أو اللي أنا كنت باحلم بيه من غير ما ييجي لي اكتئاب ولا الحوارات اللي إحنا بنسمع عنها دي. وأول حاجة أثبتت لي إن أنا مش باحب نفسي، جه قدامه سؤال اللي هو هات ورقة وقلم واكتب أكتر ناس أنت بتحبهم، فكتبت عيلتي وصحابي وحبايبي واللي هو كل الناس وشريك حياتي وكل الناس اللي حواليّا ما عدا نفسي. ووقتها اللي هو إيه ده أنت فين في الموضوع ده، أنت ليه مش بتحب نفسك؟ في اللحظة دي أنا اكتشفت إن أنا فعلًا مش باحب نفسي، وما جاش في بالي إن أنا أكتب نفسي خالص. ممكن ده عشان ما يكونش غرور مني أو اللي هو أنت شخص نرجسي جدًا، أنت شخص ما فيش زيك اتنين، اللي هو أنت بتكتب نفسك، أنت بتهزر. فوقتها قُلت اللي هو أنا لازم أحب نفسي، ففضلت أدوّر كتير وعلى فيديوهات ومقالات وكتب إزاي أحب نفسي وأكون واثق في نفسي والكلام ده كلّه. ده هيأثّر على اختيار أصدقائي وصحابي اللي هم مش الناس الtoxic، لأ، اللي هم فعلًا أصحابي. حُبّك لنفسك ده هيخلّيك تحب كل حاجة حواليك، لإنّك هتبُص لها بنظرة تانية. أحب نفسي يعني أقدّر قيمة نفسي وأحبها زي ما هي، وأتقبّلها بعيوبها قبل مميزاتها. طَب أعمل كده إزاي؟ أول حاجة ما تقارنش نفسك بحد، لإن أنت لو فضلت تقارن نفسك باللي حواليك أكيد في ناس أحسن منّك، كفلوس، كأسرة. أنت ما عندكش صحاب، هم عندهم صحاب كتير، وبالذات على السوشيال ميديا يعني، لإن الناس على السوشيال ميديا عمومًا بيظهروا لك الجانب الحلو، والجزء الحلو ده ممكن ما يكونش بس صحاب وبتاع، لأ هو ممكن بيوت، عربيات، فِلَل، فلوس، أي حاجة. والحاجات دي بقى في المجمل هتخلّيك حاسس إن أنت أقل منهم أو أنا ليه مش زيّهم. حوار المقارنة على السوشيال ميديا ده أنا سايب له أصلًا فيديو لوحده، إن أنا أقول لك إزاي ما تقارنش نفسك بالناس اللي على السوشيال ميديا والكلام ده كله، وإزاي بيأثّر عليك أصلًا. ومقارنتك بالناس ده هيخلّيك اللي أنت لو جيت في يوم مثلًا أنا خدت كورس كويس والكورس ده الحمد لله يعني بقى لي فترة فيه، اللي هو أنا مش هاقدّر ده. ليه بقى مش هاقدّره؟ عشان أنا شايف إن الناس شغّالة وناس بسم الله ما شاء الله عليها على LinkedIn عمّالة تنزّل بروجيكتات وحاجات كتير. أنا فين من الناس دي كلّها؟ فالحاجات الصغيّرة اللي أنت بتنجزها دي مش هتخلّيك تفرح أو هتخلّيك تحب نَفْسك زي ما أنت. طول ما أنت بتقارن نَفْسك باللي حواليك ده هيأثّر عليك. وأنا هاحكي لك تجربة عن نَفْسي كده يعني هاقولها لك. من وقت مش بعيد أوي أنا كنت باصوّر بموبايل فاهم، اللي هو بموبايل اللي هو Redmi، اللي هو مش عارف 48 ميجا أو حاجة شبه كده. فبعدها قُلت لأ، اللي هو أنا مش زي اللي حواليّا ليه، أنا شايف اليوتيوبر الفلاني اللي هو معاه أحسن معدات ومعدات ب1.000.000 جنيه والكلام ده كلّه. ونفس الموضوع على المايك، اللي هو كنت باصوّر بمايك بويا. الحمد لله جِبت مايك غالي professional. أنا شايف الشخص الفلاني بيصوّر برود مثلًا، فأنا عايز أشتري ده. ليه بقى بتقارن نفسك بالناس دي كلّها؟ فالحاجات دي اللي هو لأ، أنا مش هاصوّر خلاص. ودايمًا كنت عايز أوصل للperfectionism، والperfectionism أنا كده سايب لها فيديو برضه. أنا عمّال أحضّر لشوية فيديوهات كتير، فاستحملني بقى. هارجع تاني وأكمّل لك حوار الموبايل. أنا جِبت موبايل حلو الحمد لله، ونفس النظام جِبت مايك حلو الحمد لله. خلاص تعالَ الإضاءة بقى. الإضاءات جِبت 1، 2، 3، بدل اللُنَض وشوية الليدات اللي كنت باعملهم وإضاءة هنا كمان وإضاءة هنا. ربنا كرمني واشتغلت على نفسي شوية وجِبت الحاجات دي. دلوقتي بقى أنا عايز أشتري كاميرا. الكاميرا ب100,000 جنيه مثلًا، 150,000. أيوه يا عمر يعني ليه؟ أنا ما أعرفش، اللي هو دايمًا يعني لو قارنت نفسك بنفسك أنا راضي، راضي باللي معايا. أنا دلوقتي راضي بالكاميرا وبالوضع اللي أنا فيه حاليًا. إن شاء الله ربنا هيكرمني وهاجيب حاجة أحسن وأحسن وأحسن مع الوقت. يعني خلاص أنا حابب نفسي كده، أنا راضي بالإمكانيات اللي معايا، وده اللي أنا عايز أوصّله لك، اللي هو أنت لازم تحب نفسك. ده إزاي؟ أول حاجة إنك ما تقارنش نفسك بحد زي ما قُلت لك. فطول ما أنت بتقارن نفسك باللي حواليك مش هتحس إنك مبسوط من جواك. وتاني حاجة إنك تهتم بنفسك. تهتم بنفسك إزاي؟ إنك تقدّر نفسك، تدلّعها، تجيب لها فيتامينات. لو أنت مثلًا ما بتاكلش أكل معيّن، كُل أكل صحّي، هات لك كريمات، أي برفان. الأوضة اللي حواليك ضبّطها، رتّبها، اشتري حاجة تكون مُريحة نفسيًا ليك كده. روّق نفسك كده، يعني دلّع نفسك. وإنك تدلّع نفسك برضه إنك تبعد عن الناس السلبية، الناس الtoxic اللي في حياتك، اللي دايمًا بينتقدوك على أي حاجة. المهم يكون الوقت اللي أنت بتقضّيه يكون مفيد ليك، يا إما نفسيًا يا إما جسديًا. وتالت حاجة، اعمل الحاجة المهمة بالنسبة لك مش المهمة بالنسبة للي حواليك. الناس كلّها عندها مصلحتها لنفسها، وده مش معناه إنك ما تساعدش حد أو تقف جنبهم. لا، 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 لأ، أنا ما اقصدش كده خالص. اللي أقصده هنا إنك ما تجيش على نفسك عشان خاطر حد، ما تجيش على وقتك عشان خاطر خروجة مثلًا مع أصحابك اللي هم هيزعلوا منك لو أنت ما نزلتش معاهم النهارده.
الاولى بقى انك تكون معرفهم والله يا جماعه انا فاضي، يعني مثلا الاسبوع ده انا فاضي يوم الجمعه ويوم السبت، فلو هنخرج يا ريت نخرج في الايام دي، ولو مناسب معاهم انهم ينزلوا الجمعه او السبت تمام انزل معاهم، ما بقولكش ما تنزلش معاهم. ونفترض يا عم ان شله الصحاب دي او صاحبك ده ما احترمش وقتك، صاحبك زعلان ان انت شغال على حاجه مفيده، فاهمني؟ فالمفروض ان ده صاحبك وبيتمنى لك الخير، والخير انك تعمل حاجه مفيده، هو زعلان انك بتعمل الحاجه المفيده دي، فده مش صاحبك. واصله لك الفكره؟ فكده هو مش بيحب لك الخير. فصدقني اما تبدا تحب نفسك وتهتم بنفسك اولا زي ما بقول لك، هتلاقي انك بتفلتر الناس اللي حواليك، تلاقي نفسك بتفلترهم واحد ورا واحد، ويفضلك بس الناس اللي معاك اللي هم فعلا حابين لك الخير ويساعدوك ويفضلوا معاك دايما. ورابع حاجة هي متعلقة باللي فاتت برضو، وهي انك تحتفظ بالصحاب او العلاقات المريحة، بس بمعنى الناس اللي حواليك دايما اللي بيحبوك، الناس اللي بتلاقيهم دايما واقفين معاك وبيحبوا لك الخير، مش زي الناس اللي قلت لك عليهم في البوينت اللي فاتت، مش الناس اللي دايما بينتقدوك عشان يحسوا ان هم احسن وان هم اجمد وان هم افضل منك بكتير. والناس دي تقريبا بيكونوا ناس ناقصة، سوري في الكلمة، بيفضلوا يعايروك على اي حاجة، اللي هو فاكر انت جبت كام في الثانويه وانا جبت كام؟ انت ليه دخلت الجامعه دي؟ انت كده كده مش نافع. وبعد ما تتخرج بقى من الجامعه اللي هم قالوا لك انت مش نافع فيها دي، ولا قدر الله ما اشتغلتش شويه عشان انت لسه فريش جراديويت والكلام ده كله، ايه ده انت ما اشتغلتش ليه؟ ده انا قلت لك زمان انت مش هتشتغل، انت كذا. وليه بقى غلبت نفسك في مصاريف ورايح جاي وتعبت نفسك ليه؟ تحسهم هم اللي بيدفعوا لك المصاريف، فاهم؟ اللي هو صباح الفل يا جدعان. فالناس دي عمرها ما تكون مريحه في حياتك، اللي هو الناس كده بتحب ترمي لك السم وانت المفروض انك تتقبله وتضحك، اللي هو خلاص يا جدعان خلصان، شكرا على الهديه اللي انتوا اديتها لي، اللي هو هتخليني 3 4 ايام افكر في الكلمه اللي انتوا اديتها لي دي، اللي هو اي حاجه وخلاص، المهم انكد عليك ما خليكش مبسوط، فاهمني؟ عارف انت العلاقات دي، وناس فعلا عمرهم ما اتمنوا لك الخير، ليه نيجي على نفسنا عشانهم؟ حب نفسك بانك تفلتر الناس دي، وخلي عندك دايما العلاقات المريحه بس زي ما بقول لك. ويا سلام بقى لو بدلت الناس دي بناس تانية يحسوا يعني بفرحه كده اول ما تعمل انجاز، والله يا باشا انا خدت كورس في حته معينه جامد، الله ينور استمر عايش، ودلوقتي انا فلترت الناس بدلتهم جبتهم ناس تانية جديده، بسم الله ما شاء الله عليهم، كل واحد وصل في مرحله اللي هو حرفيا يعني بيتمنوا له الخير جدا، ربنا يديمهم يا رب، وهم فعلا عارفين نفسهم، واكيد هم اللي بيسمعوا الفيديو دلوقتي. فشكرا جدا ليكم، مبسوط انكم موجودين في حياتي والله، فشكرا. فالناس دي بيخلوك لو انجزت انجاز صغير خالص اللي هو عايش، ويدفعوك دفعه كده لقدام، بيرموك خطوه لقدام، مش بيشدوك 2000 خطوه لتحت. خامس حاجه بقى عايز اقولها لك، انك تطبطب على نفسك كده وتمام، كلنا بنغلط، كلنا مرينا بحاجات المفروض ما كناش نعملها وعملناها، كلنا خدنا قرارات غلط. فموضوع جلد الذات اللي كان بيحصل كل يوم معايا ده انا ما اتمناش حد يكرره تاني. حرفيا انا كنت كل يوم قبل ما انام لازم لي ساعه، ساعه ونص، ساعتين كده اقعد اجلد ذاتي، اللي هو افكر في حاجات من 20,000 سنه فاتت، اللي هو ليه حصل كذا من قبل ما تولد اصلا، انت ليه عملت كذا او ليه بتعمل كذا. حوار قبل ما تولد ده هو مجرد اكسبريشن بس، يعني ما تقفش على الكلمه. فالمهم الفقره اللي قبل النوم دي نحاول نرميها على جنب، ونبدا بقى نشوف احنا غلطنا في الحته الفلانيه، فخلاص المره الجايه والله كسفني، فالمفروض ان انا اكسفه او مثلا اصفى عنه. وسادس حاجه بقى انك تتقبل عيوبك، سواء شكلك او صلعتك او ردود فعلك او اي حاجه انت بتتضايق منها عموما، سواء وزنك بقى زايد او وزنك قليل قوي. وهنا بقول لك انك تتقبلها مش شرط انك تحبها، لا انت تتقبلها وبس، وبعد ما تتقبلها بقى لو في حاجه هتعرف تغيرها هتغيرها. فجسمك زايد هتروح تلعب رياضه، جسمك رفيع هتحاول انك تاكل اكتر، تحاول تنزل جيم، فدي حاجه قابله انك تغيرها. وعايز اقول لك عن تجربه، انا لما حبيت نفسي صحابي بقى يقدروا وقتي جدا، وتقريبا انا الوحيد اللي وسط اصحابنا او الشله اللي احنا فيها محدش بيزعل مني لو ما ردتش عليه سواء على الواتس او الانستا، لان انا قلت لهم جماعه انا ما بفتحش او فانا كعمر عرفتهم والله يا جماعه 1 2 3 4 5 6. ونفس الموضوع برضه انا ما بزعلش لو حد ما ردش عليا النهارده، لان الشخص اللي حواليا ده او الشخص اللي معايا ده او صاحبي مش ملزم انه ال 24 ساعه يكون ماسك لي الموبايل ومستني مني اي رساله ومكرس حياته كلها عشان يرد عليا. وزي ما قلت مع اصحابي جماعه لو في اي حاجه مهمه وما ينفعش تتاجل
رن عليا وهتلاقيني. انما غير كده حاجه هتنفع تتاجل فقشطه ناجلها لحد ما يجي وقتها. وخليك واثق دايما انك لما تحب نفسك هتعرف تحب اللي حواليك. وبعد اذنك بقى لايك او شير او سبسكرايب واعمل لي تاج على الانستا، هتلاقي اللينك في الديسكريبشن تحت. وانا عمر ابو رزق وبتمنى لك التوفيق. دمت بخير. وكالعاده بعد ما خلصت الفيديو حابب اشكر كام حد كده ساعدني ان انا ابقى احسن وان انا احب نفسي. ومنهم كان انا كاتبهم في الليسته كده، منهم ساره هاني وكريم اسماعيل ومحمد شعراوي ومنى عوض وكانت اخضر وبودكاست الصحه النفسيه حرفيا، وغيرهم كتير بصراحه. والافضل يعني والاحسن كان نرمين كامل. بس وحابب اشكر نفسي برضه ان انا اتعلمت منهم. واتمنى الفيديو يعجبك، وما تنساش تعمل لي لايك او سبسكرايب او كومنت او اي حاجه، وتدعمني باي حاجه يعني. بحبك جدا، وما تنساش تشوف البلاي ليست دي او الفيديو اللي هيظهر لك وتشترك. فبس